الحكايه بتبدا مراهق صغير طالع من اسره بتصلي وبتصوم وبتتفرج على الفنون والمسلسلات، لحد ما تيجي مراهقته في اواخر التسعينات مع الهوجه مع الصحوه الاسلاميه. في 3 سنين بيستشيخ، بيبقى الشيخ ايهاب راح والشيخ ايهاب جه. افتكر كان في اعتكاف من اعتكافات رمضان، الشيخ كان بيقسم المعتكفين، انتوا هتروحوا توضبوا المسجد وانتوا هتعملوا الاكل، وكلهم في نفس واحد. طب وايهاب يا شيخ؟ قال لهم ايهاب معايا جوه، انا جوه بكتب الخطبه، بطلع الاحاديث، بكتب الايات، بحضر درس العصر. سنين كتير جوه الكتب، فقه وسنه وسيره واحاديث ومحاضرات ودروس. وبالتطور الطبيعي كون نفسه، يبتدي عايز يتجوز. الجواز كان عن طريق الحب او صالونات. هو جوز جواز مساجد، الاخوه بترشح الاخت والاخ وكون اسره واجتهد وتعب لحد يوم 28 يناير 2011، يوم جمعه الغرب. اليوم ده كان فارق مع الاسره دي. هو كان ناس سمع فيه هوجه تحت، نزل لقى ناس رايحه تسرق الهايبر، وناس رايحه تحرق الاسم. هو كان رايح يدور على حد يركب له تلفزيون، اكتشف ان هو مش عارف ايه اللي بيحصل حواليه. من هنا بدات التجربه تختبر، بقى بيسمع، بيشوف كل اللي كان بيسمعه بيختبر قدامه. الشيخ اللي كان بيقول الديمقراطيه كفر بقى مرشح نفسه للانتخابات. الشيخ اللي كان بيقول اليمين هو طريقك الى الجنه بقى ممكن تكسر شمال ضرورات تبيح المحظورات. هنا كان غضب جدا، وطريق اقصى اليمين وداه لاقصى الشمال، ورفض الدين خالص بعد صراع كتير وغضب كتير مع ربنا. ونزل من التجربه دي وركب التجربه الثانيه، وقرر يعيش حياه من غير اله خالص، من غير ربنا. حياه تبقى ماديه فقط، تفكر كل حاجه العلم بيقول، الدراسات بتاكد. انغمس كتير سنين كتير في ان هو بيفكر كل حاجه بعقله. والتجربه دي بتبقى مجهده جدا على العقل. عقلك بيبقى بيفكر في كل كبيره وصغيره، كل حاجه عملتها كويسه بتثني على عقلك، كل حاجه عملتها وغلطت فيها بتعاقب نفسك. انت مجرد نفسك من اي حد يساعدك سنه ورا سنه. يعني برضه تيجي ظروف وعقله يحاول يطلع منها ويطلع منها، تيجي ظروف تانية وبرضه يطلع منها، لحد آخر سنة ما كانش فاهم ايه اللي بيحصل، الخسارة في ايه، طب ايه الأسباب. رجع في تركيا أو في بلد بره مصر، أبوه بيقول له يا تلحقني ما تلحقنيش. طب انا ما كانش معاه ينزل يحجز تيكت، صاحبه بيقف جنبه يحجزه، ينزل يلاقي حد وقف تاني جنبه. انا عارف مين اللي بيقف جنبي ده، انا مش تايه عنه، ده ربنا. بس ايه الحكمه؟ عايز افهم. بيكتشف ان هو قعد اخر 4 شهور في حياه ابوه وامه توفوا ورا بعض. هنا العقل فهم ان هي مش بترتيبك ومش بتخطيطك، ان تخطيط ربنا دايما هيبقى اجمل وارحم من تخطيطك كتير. وجود ربنا في حياتي كان
أشبه برمانة الميزان، يوزن عقلي وضعفه ويملأ قلبي إيمان، وتفضل روحي بتسعى إلى النور. أنا وصلت الإيمان بقلبي وقلبي دلني عليه.